السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة في قناة في ما وراء الصيدلة يتعالج صح. احنا ابتدينا بتصحيح شوية مفاهيم عن الصيدلية والصيدلي وصيدلية المجتمع، وهنبتدي واحدة واحدة نناقش قضايا وملفات تهمنا كلنا. من ضمن الحاجات اللي احنا هنبتدي نتكلم عنها لأن فيها وهم كبير زي ما قلنا، وهم قاتل في عقل المريض المصري، هي المضاد الحيوي. المضاد الحيوي ملف غريب جدا عندنا، يتناقض فيه العلم والجهل مع بعض، في تحالف غريب كده بين العلم والجهل في موضوع المضاد الحيوي، يخلي اي حد منتسب للمجال الصحي، صيدلي، طبيب، حد شغال في شركة أدوية، حد شغال في يعني أخصائي معامل، أخصائي أشعة، يبقى مستغرب جدا الوضع اللي احنا فيه. هو احنا ليه بنتعامل مع المضادات الحيوية بخليط الاستهانة والتحدي ده؟ المضاد الحيوي دوت يعني يا جماعة عامل زي اليورانيوم، مادة أو مجموعة مواد خطرة جدا جدا. العالم كله من بعد شيوع المضادات الحيوية ومن بعد انتشارها ابتدى يحط المضادات الحيوية دي في إطارها الصحيح. إلا عندنا يعني دايما في عندنا في إشكالية كده، إنه الجهل يتحدى العلم، مع إن إحنا يعني شعب متعلم، إحنا اتعلمنا وبنعلم غيرنا كنا، وعندنا متخصصين كتير صيادلة وأطباء، بحيث إن إحنا نحل الأزمة دي. يعني الأزمة دي إحنا حلينا أزمات كتير، حلينا أزمة البلهارسيا، وحلينا أزمة فيروس سي الكبد، لكن جينا عند أزمة المضادات الحيوية ومحلك سر مش عارفين نتصرف تحت الصيدلية. هي إيه الفكرة باختصار من المضاد الحيوي؟ المضاد الحيوي ده أبسط حاجة يعني حضرتك تعرفها بغض النظر تخصصك ومدى تعليمك، سلاح في إيدك. المضاد الحيوي سلاح. أنا بقول لك في مسدس أهو، لو جه عندك عدو تضرب عليه نار. طيب أنت في المقابل ماسك السلاح ده وبتضرب في الهواء، استفدت حاجة؟ لا. لما يجي لك العدو الحقيقي مش هيلاقي السلاح. ده أبسط توصيف للي احنا بنعمله مع المضادات الحيوية. احنا مش هنتكلم لسه في تعقيدات، انا بنتكلم في أبسط حاجة. انت سلاح تستخدمه لما يظهر عدو. لما يظهر عدو ده يعني ايه؟ لما يبقى عندك إصابة بميكروب، ببكتيريا، بأي حاجة تحت تأثير المضادات الحيوية، فتبتدي حضرتك تستخدمها. طيب انت ما عندكش الأعراض دي، وما استيقنش الطبيب ولا حتى الصيدلي ان انت عندك اصلا اعراض تستدعي انك تستخدم مضاد حيوي، هل هتاخد المضاد الحيوي وقاية؟ قولا واحدا المضاد الحيوي ما بيتاخدش كوقاية. المضاد الحيوي مضاد حيوي، يعني هو بيضاد حاجة، كائن حي غريب في جسمك هو بيضاده، فلازم يبقى الكائن الحي ده موجود بدرجة وانتشار وتأثير ضار ليك، ولازم ان احنا نتأكد ان هو موجود. نتأكد ايه؟ هي ابسط دلالات المؤشرات العادية يعني عندنا، ان مثلا يكون في جرح وفي صديد اهو، بقى عندي انا هو مضاد حيوي محتاجه موضعي بقى او اقراص هنتكلم، او عن طريق الفم هنتكلم فيها بعدين، او حقن يعني موضعي او سيستميك. طيب ايه ممكن تاني؟ إيه ممكن مثلا لو حد طالع له خراج دم من حب شباب متقيح بيعمل صديد. لكن احنا بقى عندنا المضاد الحيوي، يعني دي ابسط حاجات. احنا عندنا بقى المضاد الحيوي، لا احنا المضاد الحيوي بيجلب الحبيب ويرد المطلقة وبيسدد الديون وبيعمل حاجات كتير جدا. يعني المضاد الحيوي ده عامل زي العمل اللي هو بتعويذة معينة. اي حد عنده اي حاجة بيستخدم مضاد حيوي. طيب ليه؟ مين قال لحضرتك كده؟ مين فاهم حضرتك كده؟ طيب على الاقل ده مش هدر للفلوس. يعني انت دلوقتي بتاخد علاج انت مش محتاجه. طيب ما تيجي نشوف الناس بره بتعمل ايه مع المضاد الحيوي. اولا احنا لو مسكنا ابسط حالة شيوعا عندنا في مصر نستخدم لها المضادات الحيوية، سواء الكارثة المسماة بحقنة التركيبة 3 في 1، حقنة الموت، اللي الناس لحد دلوقتي ورغم انها عارفة انها بتموت بس بيقول لك مالكش دعوة انا عايز اموت. يا سيدي الفاضل، طب انا موتك ليه؟ طب وجاي لي تموت عندي ليه؟ يعني انتحر بطريقة اخرى يعني، والعياذ بالله. طبعا انا مش بدعوك للانتحار، ولكن الموقف عبثي جدا يا جماعة.
يعني ايه شخص بيقرر انه يصرف لنفسه مضاد حيوي؟ ومش اي مضاد حيوي، يعني مش بيقول لك انا عايز الاقراص المضاد الحيوي ده، لا ده عن طريق الحقن ياخدها حق. طب ليه؟ طيب فالناس بره حقنه التركيبه دي اصلا ما فيش حد، انا ما اعتقدش ان في حد بيعملها وبتتعمل بالطريقه اللي احنا بنعملها دي. الفكره بقى احنا ليه بناخد حقنه التركيبه؟ احنا بناخدها عشان احتقان الحلق. طيب احتقان الحلق اللي عندك ده في طبيب كشف عليه؟ اولا انا كصيدلي يعني احتقان الحلق ماشي، ممكن يبقى عندي الادوات اللي اقدر اكشف على الحلق، بس الافضل طبيب. طيب هل الطبيب كشف عليك وحدد بقى ده بكتيري ولا فيروسي؟ طب هل انت عارف اصلا الفرق بين الاحتقان بتاع الحلق ده لما هيبقى احتقان سبب بكتيريا او فيروسي؟ طب هو في الحلق نفسه ولا في الاحبال الصوتيه؟ طب انت الموضوع ايه؟ طب ده انت كنت شايل اللوز كمان وانت صغير، طب امال ايه اللي محتقن عندك؟ لا ماليش دعوه انا عايز التركيب. طيب في اوروبا بقى والدول المتطوره مفيش حاجه اسمها كده. اولا قولا واحدا لا يحق للمريض باي حال من الاحوال انه يوصف علاج لنفسه، لا لنفسه ولا لزوجته ولا لابنه ولا لاخوه ولا لصاحبه ولا لجوز بنت خالة عمته. اللي احنا بنشوفه الفوضى دي لا. قمه الكوميديا طبعا لما ابقى انا واقف في الصيدليه ويجي واحد يشتكي لي عايز مثلا علاج معين وانا ابقى رافض، فلاقي حد تاني ابن حلال برضه حبيبنا يقوم متبرع ويقول له يا خد كذا يا دكتور اديله كذا اديله كذا، اللي هو ايه السيد الاستاذ الدكتور الحاج الزبون اللي واقف معانا. ابقى انا واقف ببص لهم كده عامل زي الضيف احمد في فيلم عروسه النيل كده لما كان بيبص ايه لرشدي اباظه ومتنح. طيب يا جماعه ما هو ده ما يصحش. بره مفيش حاجه اسمها مريض يوصف علاج لنفسه. قلنا في ادويه غالبيه عظمى بيوصفها الاطباء المتخصصين خريجي كليات الطب، مش اخصائي التغذيه اللي بيضحك عليك ومفهمك انه طبيب وهو مش طبيب، مش السيد اخصائي التحاليل ولا اخصائي الاشعه، ولا حتى انا كصيدلي لو امراض مزمنه. وفي جزء اسمه ادويه وصفيه انا كصيدلي درسته وبقدر اوصف من خلاله، غير كده لا. فحضرتك ما توصفش لنفسك. مفيش حاجه اسمها سلام عليكم انا عاوز ليا المضاد الحيوي الفلاني او انا عاوز ليا مضاد حيوي كذا، غلط. يعني انت دخلت سلام عليكم انا عندي الاعراض الفلانيه، نقطه بقى ومن اول السطر. بره بيعملوا ايه في الاعراض بتاعتنا احنا؟ في الحراره، في البرد، في الرشح، في احتقان الحلق، في الحاجات دي كلها. شوف احنا كل ده اول ما بيظهر اديني مضاد حيوي بسرعه، اديني الحقنه بسرعه. فلازم انا اخده، ولو انا اعترضت ابقى انا وحش وهروح لحد تاني، والحد التاني طبعا يعني ممكن دخيل بقى او شاري دماغه او كده هيدي لك اللي انت عاوزه، وده غلط. بره مفيش الكلام ده. بره فيه طيب جرب بقى حضرتك السخونيه دي. اول حاجه تعمل كمادات، تشرب ميه في درجه الحراره العاديه مش ميه بارده، وتاخد دش بارد، وتجرب مسكن بسيط، وتشرب حاجات دافيه، وتاكل غذاء صحي وشوربه خضار وشوربه فراخ مثلا بالليمون، وتجرب يوم ويومين والحراره تنزل وتعلى ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين لا ده انا تعبان، فيكتب لك الدكتور راحه في السرير. يعني انت كنت بتعمل ده وانت بتدرس او بتشتغل، فهو لا تروح له يكتب لك راحه للسرير، وبرضه يكتب لك المسكن بسيط، في الغالب بيبقى باراسيتامول يعني او ايبوبروفين ابسط حاجه. ايه ده يا دكتور انت مش هتديني علاج؟ مش هديك علاج. لا ده انا عايز مضاد حيوي، ده انا من مصر ومخربش وباخد المضاد الحيوي على غير ريق. غلط، ما بيعملش كده. طيب لا ده انا الفحص اثبت لي قدامي اهو ان انا شايف ان الصديد ده بكتيري اهو، في بكتيريا، وانا عاوز بقى المريض ده هاخد مضاد حيوي. اعمل ايه بقى عشان اديله؟ اعمل له مزرعه، وهو لحد ما تتعمل المزرعه هيستنى. مفيش بقى حاجه اسمها ده انا هجرب معاه المضاد الحيوي الف ولو ما نفعش اديله ب ولو ما نفعش اديله ج. ما هو ده غلط. ما هي دي البلاوي اللي احنا عايشين عليها. طيب وبعد الاسبوع وبعد ال10 ايام دول انا ببتدي اوصف للمريض بتاعي اقل نوع، يعني اقل نوع في الفاعليه من المضادات الحيويه اللي طلعت له في المزرعه. يعني الراجل دوت عندنا مثلا 20 نوع كلهم فعالين، بشوف اقل نوع فيهم الاضعف وبديهوله، ولما بوصفه له بجرعه كامله. المضاد الحيوي بيتاخد لجرعه كامله اللي هي
3 أو 5 أو 7 أيام، وممكن 15 وممكن 21 يوم إذا استدعت الحالة. إيه ده يا دكتور؟ ده إحنا بناخد الحقنة بالليل ونتشقلب كده ونعرق ونعمل شوية شاي سكالانس كده بالليمون وبتاع وبنخف. مفيش حاجة اسمها كده. لا بس أنا خفيت، أنت كذاب. أو أنت لا أنت متمسك، أنت إيه؟ لا أنت مصعبها كده ليه؟ ده الحياة أبسط من كده. طب تعالى بقى أقول لحضرتك الكارثة في اللي أنت بتعمله. الكارثة في حقنة التركيبة، الكارثه في ان انت خدت مضاد حيوي بالقرص، لقيته عندك في البيت كده فكنت تعبان بالليل فخدته فبقيت الصبح كويس فبطلت تكمل تاخده. حضرتك عملت ممانعه لجسمك، ممانعه جوه جسمك ضد المضاد الحيوي ده. يعني ايه؟ انت بتاخد المضاد الحيوي ده علشان يضاد ميكروب معين. طيب جميل. المضاد ده علشان يقتل الكميه من الميكروب ده في جسمك محتاج تاخده لفتره كافيه، اللي قلنا اقل حاجه ممكن تبقى 3 أو 5 أو 7 أو 15. طب واذا ده ما حصلش، المضاد بقى موجود في الميكروب بقى موجود في جسمك والمضاد متخزن جوه الميكروب، فعمل حاجه اسمها ممانعه. الميكروب ما ماتش للابد، هو خامل بيضحك عليك، بس ضد المضاد الحيوي دوت ما بقالوش ضديه. جيت انت بعد فتره، اسبوع، 10 ايام، شهر، 2، 3، وعلى فكره في الغالب اغلب الناس اللي بيعملوا كده بسرعه بيتعب تاني، خلال اسبوع او اسبوعين بنلاقيه تعبان تاني. طيب جيت انت تعبت تاني، تقوم عامل ايه؟ تقوم واخد المضاد الحيوي ده وتكرره بنفس النتيجه. ممكن ساعتها تتحسن وممكن ما تتحسنش، ومع التكرار هتلاقي نفسك ان المضاد الحيوي ده عمل حاجه اسمها تناحه، توليرنس، ما بقاش بيأثر، اتبلد. تاخده ما تاخده مش هيجيب جواك نتيجه. ايه ده يا دكتور بجد؟ والله. طب ماشي، مش مهم، المضادات كتير وخير ربنا كتير، ما احنا نضرب اي مضادات تانية. طيب دي الكارثه بقى، دي الكارثه بتاعتنا. ودي يعني انا مش عارف، انا حاسس ان احنا في اتفاق ضمني بيننا كمجتمع ان احنا ننهي الحياه على الكوكب. يعني احنا لو عايزين ننهي الحياه على الكوكب مش هنلاقي سيبك. يعني شفت الكورونا كانت بتنتشر ازاي؟ احنا باللي احنا بنعمله بقى بسوء استخدام المضادات الحيويه ده، احنا بنعمل ما هو اسوأ من الكورونا. ليه بقى؟ لان اللي حصل ان احنا ابتدينا نشفت ونستهلك عائلات من المضادات الحيويه. يعني ابسط مضاد حيوي مثلا، سيبك من البنسلين خلاص، احنا ابتدينا نتكلم في المضادات المتطوره شويه، امبيسيلين، اموكسيلين كلافيولينيك، اموكسيلين فلوكسيلين، الحاجات دي كلها ده اتهرست. الحاجات دي عندنا ما بقتش تاثر، ولا تاثر في كبار سن ولا في اطفال ولا في حوامل ولا في رضع خالص. بقى عادي جدا ان انت كمنتسب صحي، طبيب او صيدلي او اي حاجه، يجي لك عيان ويبقى واخد مضادات حيويه كتير، كوكتيل غبي كده، وسنه صغير، عشرينات او ثلاثينات، ونلاقي ان هو مش مستجيب. ولما نيجي بعد كده نعمل المزرعه، ما احنا ما بنعملش المزرعه في الاول، الدنيا كلها عشان تديك مضاد حيوي بتعمل المزرعه، احنا لا، فاحنا بنعمل المزرعه في الاخر. طيب احنا عملنا المزرعه في الاخر، اكتشفنا بقى ان المريض ده الكارثه انه ما فيش مضاد حيوي هياخده بيأثر فيه، ما بتأثرش فيه كل المضادات الحيويه المعروفه في الصيدليه. هيعمل ايه بقى؟ هيموت؟ لا قدر الله، بس هيبتدي يعمل لنا مصيبتين ثلاثه. اول حاجه هو نفسه كضرر، انه هيلاقي نفسه اتبهدل كتير، خد علاجات كتير ومش جايبه نتيجه. وعلشان يلاقي المضاد الحيوي اللي هيجيب معاه نتيجه، انت بتتكلم في مضاد حيوي الحقنه بقى ب 1000 و2 و3، وحقن نادره ما هياش موجوده. الحاجه الثالثه، هو الراجل ده كمان لوحده، ده ليه زوجه وابناء واصحاب وزمايل. عطس مره في وش فلان عداه، يعني فلان ده ملتزم ما بياخدش مضادات حيويه عمال على بطال وبيسمع الكلام وي وي وي، بس جيت حضرتك كده عطست جنبه، واقف جنب منه في الصلاه، لا تعرفه ولا يعرفك، واقف في قطر، واقف في طابور، وعطست في وشه، بس انت اديت له من جسمك الميكروب المتحصن ضد المضادات الحيويه دي. لا يا دكتور بس الموضوع ده ما بيحصلش. لا تعالى بقى انا اعد لك. انا عندنا خلال الشهور القليله اللي فاتت دي، كان عندي للاسف شابه عزيزه علينا كلنا، اخت حد زميلنا كان في الصيدليه، حقنه واحده حقنه ديكلوفين. الحقنه دي اتسببت ان والبنت لا مريضه ضغط ولا سكر ولا عندها سمنه ولا اي حاجه، هي خدت الحقنه والحقنه كلكعت. حاجه بتحصل. وبرضه نحط خط تحت فوضى الحقن، ما هو احنا ما قلناش نحقن عمال على بطال يا جماعه، لكن قدرا يا عيني البنت خدت الحقنه عضل كلكعت، ابتدت تستخدم مضادات حيويه ما استجابتش. فضلت الحاله شهرين ثلاثه، عمليتين كحت وتنظيف، وشالوا حته من العضله نفسها، وابتدت علشان تستجيب بتاخد مضاد حيوي زي ما بقول لكم بقى الحاجات الغاليه دي. طب البنت دي انسه لسه،
لما تيجي بقى تتجوز وتولد قيصري، ما هي مصر كلها دلوقتي بتولد قيصري. احنا ما عندناش ولاده طبيعيه دلوقتي، احنا الولاده الطبيعيه عندنا يعني في الادغال، لكن المجتمع المتحضر القاهره والاسكندريه وضواحيها يعني زي ما بيقولوا شق بطون، كله بيولد قيصري. وما دام بقت ولدت قيصري ففي خياطه، وما دام في خياطه احنا جراحه كده، يبقى احنا لازم نكتب مضاد حيوي. يقوموا عاملين ايه بقى؟ برضه بمنتهى الاستهانه يكتبوا اقوى نوع مضاد حيوي. يعني بعد ما كان بيكتب الاوجمنتين اللي الماده بتاعته خلاص بقى موكسيلين كلافيولينيك عدى عليها الزمن وما بقتش تاثر بالدرجه الكافيه، هو مؤثر طبعا بس ما بقاش ياثر بالدرجه الكافيه في قطاع عريض من المرضى. ابتدوا يكتبوا الافروزوليد، فالافروزوليد واللي زيه اللينزوليد والحاجات دي كلها ابتدت الناس تتعود عليهم. طب واحنا بعدين الصحه والهيئه بتاعت الدواء انتبهوا مؤخرا لده، وابتدى يبقى فيه تعميم ان ممنوع يتصرف الافروزوليد واللي زيه الا بروشته مختومه. انا فتشت الدواء كانت عندي في الصيدليه، فعلشان هي عارفه ان موضوع المضادات الحيويه ده عبء وانا معلق عليه تحذيرات وكده، فلقيتها بتبلغني خبر بتقولي ده في قرار صدر هيبسطك جدا. انا بحارب من 10 سنين في الصيدليه والحمد لله القرار صدر السنه دي، يشكروا. انا يعني شكرا جزيلا للي اصدر القرار ده. احنا محتاجين بقى من حضرتك ايه تاني؟ طيب اصحى معانا بقى ورقه وقلم. احنا محتاجين من حضرتك فوضى الحقن المضادات الحيويه، ممنوع، امنع. حضرتك سايب لي المضادات الحيويه عندي في الصيدليه دي، شيلها قولا واحدا. حضرتك بتجامل الشركات؟ لا، مش على صحه الناس. المضادات الحيوي الحقن اللي موجوده في الصيدليه المفروض يتقنن وجودها في صيدليات المستشفيات، مش في الصيدليات اللي موجوده في الشوارع. ادي نمره واحد. نمره اتنين، حضرتك المضاد الحيوي ما يستخدمش الا بروشته طبيب. انا كصيدلي المفروض ما اوصفش مضاد حيوي يا جماعه. لا يا دكتور محمد بس انت بتوصفه. ايوه ما انا مضطر. انا ليه بوصفه؟ لان انا في المجتمع ده، بس انا بعمل اقل الاضرار. اللي هو ايه؟ انا بوصف اقل انواع مضادات حيويه، اقل مواد فعاله فيها، وجرعه كامله، وللحاله اللي انا متاكد مليون في الميه انها لازم تاخد مضاد حيوي. واللي انا حاولت معاه اديت له مسكن واديت له بقاله يومين ثلاثه بيروح ويجي عليا. خد بالك المريض ملول بطبعه لانه ما اتعودش، ما حدش قال له ان ده عيب، ما حدش قال له ان انت المضاد يعني المرض يا جماعه احنا لازم نحترم المرض. والمضاد الحيوي زي ما قلت لك سلاح، زي ما هيفيدك ضد الميكروب ما هو ممكن يضرك وهيبقى خطر عليك بقى وعلى عيالك. تخيل انت لو انت موظف بسيط او مواطن بسيط، مش شرط موظف يعني، وامكانياتك الماديه بسيطه او غني حتى. فالفكره هل حتى لو حضرتك ميسور الحال او من الاثرياء هتقبل ان اتفه ميكروب عندك او عند عيالك يكلفك الاف الجنيهات وتبتدي انت برضو تفرط في استخدامه او تستخدمه غلط، فنلاقي ان انت محتاج مثلا يجيبوا لك مضادات حيويه مخصوص من بره، والدايره بتاعتك يا جماعه فرد واحد ممكن بالطريقه دي يهلك قريه كامله، يعني يجيب اجلها. لانه انت حضرتك بتعمل ايه؟ يعني انت ايه هدفك؟ ومين؟ انا نفسي افهم. يعني انا متفهم جدا ازاي طلعت موضه المضاد الحيوي بالقرص. حد جاهل معدوم الضمير حط المضادات الحيويه وسط مجموعه البرد، اللعنه التي كانت تسمى مجموعه البرد اللي ظهرت في وقت من الاوقات وان شاء الله تكون انقرضت يعني. فابتدى يحط فيها مضاد حيوي، هو مش فاهم، هو جاهل. فانت هتاخد قرص مضاد حيوي بالليل وقرص مضاد حيوي الصبح، انت بقيت تمام. وبعد كده طلعت موضه، يعني منتصف يعني من 2005 ل 2006 ابتدت تطلع موضه ان حقنه الحقنه على 3 جرعات، فنطلع سيفو تكسيم واحده بالليل وواحده الصبح وواحده تاني يوم بالليل. دي انا متفهم الكوارث دي، انا متفهم بدات ازاي. لكن لما رجعت في ال10 سنين الحلوين دول ابتديت الاقي الناس ده بيتفننوا في عمل التركيبات. يعني واحد يقول لك حط لي بقى ديكسا على حط لي مش عارف ايه على حط لي، ويحطوا 2 مسكن كيتولاك على كتافلام. كليتك وكبدك فين يا عم؟ بغض النظر عن تاثير ده على على الميكروب نفسه وعلى التناحه والممانعه اللي بتحصل. طب هل الكلام دوت في يعني ليه نقدر نفرمله؟ زي ما قلنا نقدر نفرمله طبعا، بس بقرارات صارمه. لازم هيئه الدواء زي ما قلنا تمنع وجود الحقن مضادات الحيويه، الحقن سواء عضل او وريد، من الصيدليات العامه، وتخليها موجوده في الصيدليات العامه بس اللي تابعه لمستشفيات، علشان
هتتوصف بطريقه معينه وهتستخدم جوه المستشفى، فهيبقى ليها ضوابط كتير جدا. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ممنوع صرف المضادات الحيويه في الصيدليه. ممنوع. ثالث حاجه بقى، ممنوع صرف المضادات الحيويه الا بروشته وروشته حديثه. وممنوع صرف المضادات الحيويه بالشريط. يعني انا كنت بشتغل في شركه ان حضرتك انت بتراقب نفسك، فكان انا بيجيني موظف متخفي. هو العرف هنا او اللائحه هناك ان كان ممنوع نطلع المضاد الحيوي بالشريط. فكان يدخل الموظف متنكر كده ويقول لك انا عاوز مضاد حيوي بالشريط، ويقعد يتحايل عليك، واذا ضعفت يقول لك لا انت كده انت عليك مخالفه. لان ده لو هو بقى موظف من وزاره الصحه، غير عندنا احنا. موظف من وزاره الصحه هناك كان بيلغي ترخيصك، بيشطب رخصه الصيدليه ويغرمهم مبلغ كبير. انت بتتكلم في 100,000 مثلا ولا حاجه. احنا هنا غرامه اي حد مخالف في الصيدليه بتبقى 85 قرش، جنيه و35 قرش. ارقام ايه يعني في المتناول. يعني اعظم عظيم بتاع صيدليات السلاسل ده اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، الصيدلي المشطوب ده، لما بيترفع عليه قضيه بيدفع غرامه 5 جنيه وربع. بتكلم بجد والله العظيم، بملايين وبمليارات وبدولارات واستثماراته وعلاقاته الرهيبه بالادويه وعالم الدواء يعني. طيب بغض النظر عن الناس دي كلها يا جماعه، لا احنا لازم نفرمل المضادات الحيويه وفوضى المضادات الحيويه لمصلحتك، لمصلحه المريض ولمصلحه الصيدلي ولمصلحه الطبيب ولمصلحتنا كلنا، لان احنا عايشين في نفس المركب. فاللي هيعمل خرم تحتيه مش هيغرقه لوحده، والله هيغرقنا كلنا. احنا هندشمل الكوكب، احنا مش هندشمل نفسنا، احنا هندشمل الكوكب حرفيا باللي بنعمله في المضادات الحيويه ده. هيجي حد برضو ممكن يجي ملحوظه من زمايلنا الصيادله يقول لك لا ما انت كده حرام عليك، انت بتقلل مبيعاتنا. صدقني والله ابدا. اولا يقينا برضو انت رزقك ربنا مقدره ومتقدر ليه الاسباب. ويا سيدي قلنا ان الرزق اللي جاي على حساب الناس ده حرام لانه هيضرهم، واحنا بنلتزم بالقواعد. هي في الاخر خالص اذا ريست القرار، اذا صدر قرار، اذا حد صوتوا يا جماعه عشان حد يلحقنا، اذا حد لحقنا وطلع قرار ان هتتوقف الحقن، المضادات الحيويه الحقن، وما يطلعش المضاد الحيوي بالشريط، يطلع جرعه كامله، حضرتك هتبيع الجرعه الكامله فهتستفاد. وانا مش مقتنع باي استفاده على حساب المريض. وفي الاخر انت نفسك لو مريض، يعني انا زوجتي نفسها في مضادات حيويه ما بتحوقش فيها، بس انا اكتشفت ده بعد ما اتجوزتها، لان هي وهي طفله كان عندها سوء سلوك في المضادات الحيويه. طب والباقيين والاخرين واللي يا جماعه العيال المواليد الجديده اللي بتطلع دي، احنا هنتصرف معاها ازاي؟ لازم وقفه. ارجوكم لو سمحتم لحد ما حد يعبرنا، كل مريض ما تطلبش مضاد حيوي. واذا حد في الصيدليه وصف لك مضاد حيوي تقول له طب انت هتديهوني ليه؟ طب ما انا مش ممكن اصبر من غير ما اخده. لا انت لازم تاخده. يعني مثلا اغلب الحاجات مثلا بيجي كمان حالات المسالك البوليه فيها صديد عالي، فيه وفيه ماشي انا متفق. في عندك ميكروب في جسمك يا سيدي خد، لحد مش هنعمل مزرعه، المزرعه مكلفه وهتستنى وساعات بتفشل، ماشي هديك مضاد حيوي انا ههودك وانا طيب. بس لما يكون عندك العدو ده في جسمك، لما يكون عندك الميكروب، لكن ما تجيش تقول لي انا حاسس ان انا داخل عليا دور برد اديني مضاد حيوي، ما ينفعش. فما تعملش ده لا في نفسك ولا اللي واقف في الصيدليه، الصيدلي او المساعد. يا جماعه ما تعملوش كده، حرام كده، ما نعملش كده في الناس. هتلف الدايره وهو نفس الراجل هيجي يعطس في وشك انت، فلو انت هتاذيه لا يحكم المكر السيء الا باهله. الدايره يا جماعه مقفوله علينا، يعني نساعد بعض ونرحم بعض ونتعاون مع بعض. اتمنى الموضوع بتاع المضادات الحيويه ده لانه مؤرق جدا، وانا هفضل اتكلم فيه وممكن بعد فتره نرجع نتكلم فيه تاني، لانه بيعدي علينا مهازل، بيعدي علينا كوارث. يعني ايه شاب عندها 20 سنه مفيش مضاد حيوي في مصر ينفع تاخده، ولا حقن من العاديه بقى، ولا اقراص ولا شرب ولا اي حاجه، وعلشان نديها مضاد حيوي نديها مضاد حيوي مستورد وغالي. طب بالله عليكم ده يرضيكم؟ انا ما اعتقدش ان هذا يرضي يعني. فاحنا نتمنى ان الموضوع بتاع المضادات الحيويه ده يتحط في اطاره والناس تهتم بيه، ويبقى السنه اللي جايه اتمنى كده ان يبقى في ترشيد في استخدام المضادات الحيويه. انا عايز اقول لكم والله انا عندي برضه، وكانت مفتشه الصحه موجوده ولقيت ان انا محضر 20 علبه او اكتر من مضاد حيوي تاريخه انتهى وهرجعه للشركه. فالست استغربت ومحترمه جدا يعني زميلتنا على راسنا من فوق، قالت لي انت ازاي ما وصفتهمش؟ قلت لها انا بمتنع، انا ما اوصفش حقن مضاد حيوي. ازاي بس انت كده هتخسر ده ولا 1000 جنيه؟ ايه المشكله؟ ما ربنا بيعوض. انا عايز اقول لكم الست تقديرها ليا خلاص، هي عرفت ان المبدا عندي يغلب على اي حاجه.
وبفضل الله ال 20 علبه ولا اكتر رجعوا للشركه، ايه المشكله؟ انا مش خسران. ولو خسرت يا جماعه، هو يعني ما انا شغلانتي لازم اخسر يا دكتور، ما انا لازم اطلع المضاد الحيوي ده عشان ما يطلعش اكسباير. يا سيدي ما هو لو هيطلع اكسباير هيطلع غصب عنك، واذا انت عملت فهلاوي وطلعته لحد مش محتاجه، ما انت بتاذيه، وقلنا المكر السيء لا يحيق الا باهله. النهارده هي نفس المفتشه دي كانت جايه بتبارك لي وتقول لي ده صدر قرار ان الافروزوليد صدر قرار يا دكتور محمد هيبسطك. قلت لها خير يا دكتوره، فلانه قالت لي ان الافروزوليد هيتصرف بروشته. اتمنى ان زمايلي الاطباء يرشدوا استخدام الافروزوليد في الاطفال وفي الستات، خصوصا حالات الولاده. وبالمناسبه ان شاء الله قريب هنعمل فيديو بقى على موضوع شق البطون، وان احنا بقى اسمنا مجتمع شق البطون. احنا هنتكلم في كل ما يشغلنا جميعا. نتمنى لكم الصحه والعافيه، دمتم اصحاء واشوفكم على خير. سلام عليكم.